من بعد خسارة الأردن قدام الجزائر بهدفين الهدف، بزاف ديال الناس بداو كيهضروا على المدرب جمال السلامي، ولكن خاصنا نقولوا واحد الحاجة: السلامي ماشي مدرب عادي جا وخسر الماتش والسلام. هاد السيد وصل الأردن لأول مرة في تاريخها للمونديال، وهذا الشيء بوحدو إنجاز كبير، خصوصا المنتخب باقي جديد على هذا المستوى. السلامي جا من بعد حسين عموتة، يعني المشروع أصلا فيه بصمة مغربية واضحة. عموتة وصل الأردن لنهائي كأس آسيا، والسلامي كمل الخدمة وقادهم للمونديال قدام الجزائر. الأردن بدات مزيان وسجلت هي الاولى، ولكن في الشوط الثاني بان الفرق ديال الخبره والعمق. الجزائر ضغطات بدلات وقلبات النتيجه. واش السلامي كيتحمل جزء من المسؤوليه؟ اكيد، اي مدرب كيتحاسب على الاختيارات والتغييرات، ولكن واش نقدروا نقولوا فشل؟ لا، حيت الاردن اصلا في هذا المونديال كتعيش تجربه تاريخيه وكتعلم كيفاش تلعب ضد منتخبات عندها تجربه اكبر. الخلاصه: جمال السلامي خسر ماتش، ولكن المشروع ديالو مع الاردن باقي محترم، والاهم حتى في هذه القصه البصمه المغربيه حاضره.